السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني، انا نونا ودي قناتي. هنعمل النهاردة طاسة بيض، بس بجد روعة. مفيش احلى من كده ولا اطعم من كده. انا بعملها على طول، بجد طعمها تحفة. لو جربتوها مش هتنسوها، تعملوها على طول كل يوم تقريبا هتعملوها، لان طعمها بجد تحفة. هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. معنا كده بيضتين وبسطرمة وفلفل، قرن فلفل، وحباية طماطم، وجبنة. الجبنة دي ترجع ليكم حسب رغبتكم. معنا كده طاسة على النار، ونزلت كده بمعلقة سمنة بلدي. عايزة تعمليها بزبدة برضو وزيت حسب رغبتك. أنا عملتها بسمنة. بعد ما السمنة سخنت معايا، نزلت بالفلفل شوحته كده تشويحة. وبعد كده نزلت بالطماطم وشوحتهم كده مع بعض، وقلبتهم مع بعض يكونوا جاهزين. نزلت بحبة فلفل أسمر وحبة ملح صغيرين خالص، لأن طبعا البسطرمة عليها ملح فمش هزود الملح. خلوه اعملوا حسب يعني البسطرمة هتبقى فيها ملح، اعملوا حسابها. وتقللوا الملح شوية أو حسب رغبتكم، برضو لو عايزين تزيدوا حسب رغبتكم. بعد ما شوحت الطماطم والفلفل، نزلت بالبسطرمة. وعلى فكرة ممكن تغيري الإضافات، ممكن لانشون، ممكن هدوج، ممكن سجق، حسب الرغبة اللي انت عايزاه تعمليه. ونزلت كده بحوالي 4 معالق ميه، وقلبتهم وجهزتهم كده مع بعض. ونزلت الطاسه، بس بردت معايا شويه، هديت عشان مش عايزه البيض ينزل على طول على السخن، عشان ما يستويش، لان طبعا البيض ما باخدش سوا، يا دوبك في دقيقه واحده بيكون استوى، اقل من دقيقه. بعد كده قلبته على الخليط. ونزلت بالجبن، ونزلت بجبنه ميكس حسب الرغبه. وانت لو عايزه تضيفي بس موتزاريلا حسب رغبتك، بس انا الشيدر بيبقى بدي طعم شويه مع الموتزاريلا. وقلبتهم كده، وضفت الجبن على الوش وغطيت عليهم، وسبتهم لمدة حوالي 3 4 دقايق. كانت كل حاجة استوت مع بعض وكده جاهزة معانا الطاسة، بس بجد تحفة. انا طبعا جربتها كده وبالطريقة دي، بجد طعمها مش مفيش احلى من كده ولا اطعم من كده. يا ريت تجربوها وتقولنا رأيكم فيها ايه. وبالهنا والشفا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير، وتكتبوا لنا كده تعليق وكومنتوا منكم. وحاولوا تدعمونا كده، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامة. باي باي.